فكره ان ضغطك عالي وما بيستجيبش حتى الادويه، طب هنعمل ايه؟ يعني في مريض يجي يقول لي انا باخد 3 4 انواع دواء الضغط وبرضه ضغطي ما بينزلش. طبعا الموضوع مؤرق جدا، عشان كده بدات الفكره بتاعت كي الشرايين الكلويه، والغرض منها ان انت بتكوي الالياف العصبيه المحيطه بالشرايين الكلويه. الفكره دي بدات سنه 2009 تقريبا، وعملنا اول حاله في مصر سنه 2012. كان ليا الشرف ان انا اكون اول واحد مصري يعمل الاجراء ده جوه مصر. نشرت ابحاث كتيره لينا بره مصر عن الاجراء ده في العدد من الدول الاوروبيه والاجنبيه والافريقيه ايضا، وبعديها عملنا ما يقرب من 60 70 حاله عملنا بيهم اول دراسه مصريه ونشرنا نتائجها في سنه 2014. واصبح دلوقتي في قسطره جديده اسمها سبايرال ديفايس، يعني حاجه كده بتبقى شبه الحلزون بحيث انها تخش تعمل كي شامل للشرايين الكلوي. الغرض منها انها بتعمل اتلاف للعصب اللي محيط بالكلى عشان الضغط ما يرتفعش، لان طبعا اكتر حاجه مسؤوله عن ارتفاع ضغط الدم وبالذات في السن الكبير هي الشبكه العصبيه المحيطه بالكلى، واتلاف الشبكه العصبيه دي طبعا بيؤدي الى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم. الاجراء ده جايب نتائج كويسه جدا جدا على مدار السنين اللي فاتت، ان المريض اللي بياخد 5 أو 6 ادويه ممكن ينزل بالادويه بتاعته كمان بعدد اقل. الارقام اللي كان بيشوفها اللي هي 180 و190 على 100 او على ارقام عاليه من فوق او من تحت، بدات الارقام دي تقل جدا. بدا يسمع كلمه 120 على 80 او 130 على 80. بالنسبه لي يمثل امل كبير جدا لمرضى الضغط المرتفع الغير مستجيب للعلاج الطبي.